الوحش فاي إلى برشلونة. السلام عليكم ورحمة الله. ميكائيل فاي سنغالي يلعب في نادي كوستوسيا في دوري الدرجة الثانية الكرواتي. مركزه الأساسي قلب دفاع، ويلعب أيضا كظهير أيسر. قدمه الأساسية هي القدم اليسرى. طوله 186 سنتي وعمره 18 عام. أعلن برشلونة رسميا، والكلام ده من أكتر من أسبوعين تقريبا، تعاقده مع المدافع ميكائيل فاي قلب دفاع كوستوسيا الكرواتي مقابل 5 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات. طبعا برشلونة يحتاج تدعيم في أكثر من مركز هذا الموسم، ومن ضمن المراكز التي تحتاج تدعيم هو خط الدفاع، وخصوصا قلب الدفاع، في ظل الاعتماد على كوندي كظهير أيمن، وأيضا في ظل إصابات أروخو وكريستنسن. تعاقد البرسا مع لاعب صغير السن في هذا المركز خطوة ذكية لتفادي مشاكل وأزمات التدوير بين اللاعبين، لأن اللاعب الصغير سيتحمل الجلوس احتياطيا حتى تأتيه الفرص لحجز مكانه في الوقت المناسب. لكن هل كان اختيار فاي اليساري اختيار موفق عمليا ومنطقيا؟ تجارب برشلونة مع المدافعين اليساريين لا تقول هذا أبدا، بل هي تجارب تسمى نكبات ورايط. بعيد عنكم، ما زال يعاني برشلونة من تبعاتها منذ سنوات مع أمتيتي ولونجلي وماتيو وفيرميلين من قبل، وحتى ألونسو خلال الموسم الماضي. فهل يكون فاي السنغالي استثناء؟ فاي يمتلك إمكانات جسدية وبدنية عالية جدا، قوة هائلة مع سرعة مميزة جدا بشكل واضح، أيضا مميز في ألعاب الهواء، ولكن هذه الإيجابيات تتلاشى في قلب الدفاع بسبب السلبيات الخطيرة عند فاي. وأول هذه السلبيات هو أنه يساري بحت، وكأنه بقدم واحدة لا يجيد استخدام قدمه اليمنى تماما، وهذا يجعله دائما في موقف ضعف في المواجهات 1 ضد 1. لديه أيضا تهور واندفاع بدني مبالغ فيه، وهذا يسهل من المرور منه ويزيد من نسبة ارتكابه للأخطاء. مهاراته متواضعة إلى حد كبير، فهو لا يجيد المراوغة كثيرا، وليس مميزا في الكرات الطويلة أيضا، ولذلك أنا ضد هذه الصفقة وهذا التعاقد، وأراه اختيار غير موفق. وهذه وجهة نظري الشخصية التي لا تخلو من النقص وإمكانية الخطأ، وأرى أن أفضل ما في فاي هو إمكانية استخدامه كظهير أيسر دفاعي قوي بدنيا وجسديا، وإمكانية استخدامه كمدافع ثالث أيضا، وهذه أفضل استخدامات لفاي يمكن أن ينتفع منها برشلونة، لأنها بعيدة عن منطقة الجزاء وعمق الدفاع الذي لا يتحمل ارتكاب الأخطاء. هذا كان كل شيء بالنسبة للتعاقد مع الموهبة السنغالية ميكائيل فاي. أما بخصوص معايير ومواصفات البيئة التي تساعد فاي على النجاح من حيث توافرها وتوفيرها لنجاحه، فهذا يعلمه الله. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه، لكن باحترام. والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل الفيديو أكبر قدر من الجماهير، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.